السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر. في وسط بحر بشري يضم الملايين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة، كيف يمكن أن يجد الزائر صديقاً أو ابناً أو ابنة تائها في وسط هذه الملايين؟ كيف يمكن إيصاله إلى ذويه بالسرعة الممكنة؟ من يقوم بإيصاله؟ من يدير هذه العملية؟ والسؤال الأصعب، ماذا لو كان التائه أو التائهة لا يحمل رقم هاتف، ليس لديه عنوان، والأكثر تعقيداً أنه لا يستطيع التحدث؟ من هنا تبدأ حكاية الخدامة ومسيرة عطاء في مسيرة الخلود، مراكز إرشاد التائهين. المنظومة المركزية للخدمة الإنسانية والأكثر تنظيماً، والتي تدار بالتنسيق ما بين الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة. الأستاذ صلاح العامري، ما هي أول نصيحة يتوجب أن يلتزم بها الزائر الكريم وهو متوجه إلى كربلاء المقدسة؟ أول نصيحة نتمناها من الزائر الكريم قبل ما يتوجه للزيارة أنه يدون ويسجل معلومات أطفاله ومحبينه. آلية التدوين؟ آلية التدوين عندنا تطبيق ضياء المؤمن اللي وفرته العتبة الحسينية. هذا التطبيق يحتوي على صفحة بإدراج معلومات الأطفال وصور اللي الأخوة يعملون عليه الآن. نعم. طيب هذه اللوحة الآن؟ هذا نظام إرشاد التائهين المشترك بين العتبة الحسينية والعتبة العباسية. بعد حصول لا سمح الله أنه الطفل انفقد، ممكن انه يتوجه الى اي مركز من مراكز الارشاد. من خلال البحث الذكي تتوجه على وجه الطفل بالكاميرا، يصير نداء على احد الاطفال هذه الحاله. الان هذا النداء يتعمم على جميع المحاور اللي موجوده في جميع مراكز ارشاد التائهين على محور بغداد وحله ومحور النجف. اللوحات والارقام التعريفيه اذا اردنا نتصل حتى نبلغ عن حاله او نبلغ عن معلومه، ما هي آلة الاتصال؟ موجود. ايضا وفرنا خدمه ال 174 خدمه الاغاثه المجانيه. اذا عزيزي الزائر الكريم، ما عليك الا بثلاث خطوات للوقايه من حاله الفقدان. الأولى الدخول على تطبيق حقيبة المؤمن أو ضياء المؤمن وإملاء المعلومات. الثانية التوجه إلى مراكز إرشاد التائهين وتدوين المعلومات. والثالثة الاتصال بالرقم المفتوح الخاص بهذه الحالات وهو 174. كيف تدار هذه المراكز وكيف يتم التحضير لها من الناحية التقنية؟ المسافات الطويلة، الزخم في الاتصالات والتواصل. المهندس فراس عباس حمزة رئيس قسم الاتصالات بالعتبة العباسية المقدسة، عظم الله أجوركم، مباركين لهذه الخدمة. ماذا أعددتم في مراكز إرشاد التائهين؟ احنا حاليا في غرفة العمليات الخاصة بمراكز إرشاد التائهين والمفقودين. غرفة العمليات هذه جزء أساسي في إدارة المراكز. طبعا عصب الاتصال هو أجهزة الاتصال. النداء الذي يعمم من مركز المدينة يصل إلى المحاور الثلاثة الواحدة. نعم. إلى محافظة كربلاء. نعم. كل النداء هنا يطلع نداء مركزي يصل إلى كل المحاور، كل مراكزنا أكثر من 50 إلى 60 مركز، كلهم يوصلهم هذا النداء وأيضا هم يجاوبون، احنا أيضا نسمع. طيب قطعا واجهنا حالات وحالات كانت معقدة، ما هي أصعب حالة واجهتكم؟ المراكز هذه تعمل من 2009 ما شاء الله. كل سنة هناك حالات حقيقة صعبة وتثير الشجون. يعني أصعب حالات هي لما مثلا تلقى طفل عمره شهرين، احنا ندون معلومات الطفل، صورته، الملابس اللي وجدناه بيها، ونبدي نعممه على كل مراكزنا، ونتمنى أو نتوقع منه أمه أو أبوه أنه يبلغون عنه ويعطون مواصفاته. احنا ما نقدر هذا الطفل ما يتعرف على أهله، يعني نخاف أنه يروح إلى إلى عوائل أخرى. مباركين إن شاء الله على هذه الجهود أنتم والأخوة في العتبة الحسينية المقدسة. عزيزي الزائر، كل هذه الخدمات تتم وتحصد النجاح بعد أن يتم التعاون منك مع هذه الجهات، تنتقل إلى المراكز الميدانية في طريق كربلاء يا حسين.
تخيل عزيزي المشاهد أن هذه الملايين التي تسير ليل نهار دون أن تنقطع لن تسجل حالة فقدان واحدة. هذا ببركات سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وبركات المخلصين العاملين في هذه المراكز المنتشرة على المحاور الثلاثة لكربلاء، بابل وكربلاء والنجف. اللون الأصفر هو الهوية الموحدة لمراكز إرشاد التائهين. المخلصين في هذه المراكز يعملون على مدار الساعة. سنطلع إن شاء الله عن تسجيل الحالات، عن العمل الديناميكي الميداني إن شاء الله في واحدة من هذه النقاط. مأجورة إن شاء الله، كان الله في عونك، الله يساعدك. لا ما تقصر، سلام الله عليها ولاك. الله يساعدك. لا تجي يبغى يحكيها المجال. الله يساعدك. كان ان شاء الله هذول الخدم المخلصين اللي واقفين الخدمه تكون. الله يسلمك. لا حتى سلامة ان شاء الله دموعك هاي عند الحسين، ان شاء الله هاي دموعك هي مواساة لام البنين. اللقاء الحبيب استاذ علي مع مجموعه من الفتيه من مشروع فتيه الكفيل الوطني التابع لأنشطة العلاقات الجامعيه والمدرسيه متطوعا في هذه الخدمه. هنيئا لكم وعظم الله اجوركم. اجت حاله ولقينا ذويهم، كيف نوصلهم النقطه الثانيه؟ بالاول نداء على السيطره الرئيسيه. تمام. يتاكد من الحاله موجوده، ذويها في اي نقطه، المفقود في اي نقطه. بعد ذلك يتم توجيه نداء الى الجوال. رسالة من خلال الكاميرا للزائر، شنو تقول له؟ من خلال تطبيق حقيبة المؤمن قبل أن تباشر بالمسير إلى كربلاء، دون معلومات ذويك، أطفالك، زوجتك، بناتك، كبار أو صغار. دقيقة من إدخال البيانات تغنيك عن ساعات وأيام في حال فقدان أحد ذويك. لا سامح الله. هنيئا لكم هذه الخدمة، مباركين إن شاء الله أنت ومن معك الجميع إن شاء الله موفقين. شكرا لكم. نعم أحبتي المشاهدين، 3 ملاحظات. ادخل على حقيبة المؤمن، سجل في التطبيق، دون عند الفرق المتواجدة عند مراكز إرشاد التائهين حتى تصل وتعود بسلام. الدقة والتنظيم في مراكز إرشاد التائهين هو مفتاح لنجاح هذه المظاهرة المليونية. ولسان حال الخادم يقول بلغة أهلنا نقراها بمشاعرنا، يا حسين بضمايرنا، صحنا فيك آمنا، نقراها بدمعة سجابة، يا حسين ومصابة، اسمك ما نمل منه. السلام عليكم.